النجف لقيته مطبوع، إلا أن مع الأسف طبع بدون تحقيق، لأنه أكثر تهكم وتهجم على النبي محمد صلوات الله وسلامه. قراءة في كتاب فاطمة الزهراء عليها السلام في فكر المستشرقين، كان هذا عنوان الندوة العلمية الموسومة التي أقامها مركز دراسات الكوفة وبالتعاون مع شعبة الدراسات وقسم البحوث الإسلامية في قسم الشؤون الفكرية والثقافية التابعي للعتبة الحسينية المقدسة. بالنسبة للواقع الإسلامي، لأنها دراسات تحاول أن تعرف الشرق إلى الغرب أو الإسلام إلى الغرب، لذا لازم تكون موضع عناية الباحثين، يعني الإسلاميين بالذات، لأنها لا تتناول فقط الآيات والروايات، ولكن تتناول ما كتبه الباحثون الإسلاميون أيضا، وما يحملونه من أفكار من داخل لغتهم وداخل دينهم، وينقلوها إلى الآخرين حتى يتوقف أو يقف الباحث على نكات مهمة في فهم العقل الغربي للدراسات. وبدأ دراساتهم في الواقع في الجانب السلبي منها بعد الحروب الصليبية، حيث انكفأوا على دراسة الشرق ومحاولة السيطرة على الشرق من خلال المحاولة على الفكر الإنساني. طبعا الكتاب هو يتناول موضوع من المواضيع المهمة، لأنه دراسات المستشرقين تناولت الإسلام والشخصيات الإسلامية، ومن أهمها شخصيات أهل البيت، أحيانا بالإيجاب وأحيانا بالسلب. وعملية التحقيق في هذه الدراسات هي مهمة، يعني تحتاج إلى الكثير من العمل والكثير من الترجمة، والباحث يعني كان موفقا في قراءة أهم ما كتبه المستشرقون عن السيدة الزهراء، وعمل على انتقاد بعض الكتابات في هذا المجال، وقدم لنا قراءة مميزة لصورة السيدة الزهراء في فكر المستشرقين. الندوة تناولت محاور متعددة، منها مكانة السيدة الزهراء في فكر المستشرقين، وأهمية الترجمة في نقل المعلومة الحقيقية الموثوقة للآخر. نعم، هناك مجموعة كبيرة من المستشرقين الذين كتبوا عن الإسلام وعن الشخصيات الإسلامية، فلا بأس أن يسلط على كتاباتهم الأضواء، لأن لا بأس فعلا فيها السم في العسل وفيها الصالح والطالح، ويميز الأكاديمي جيدا ما هي الأفكار التي يمكن أن تسلط عليها الأضواء ويستفاد منها. الباحثون ومن خلال الندوة أوصوا بضرورة الاهتمام بالفكر الاستشراقي وتعزيز الترجمة الدينية واعتماد المنهاج العلمي والموضوعي في هكذا دراسات، فضلا عن تشجيع طلبة الدراسات العليا لاختيار مواضيع من الإرث الديني والتي تهدف إلى نشر فكر أهل البيت عليهم السلام من خلال الترجمة إلى اللغات المختلفة. لقناة النعيم الفضائية على المالكي، النجف الأشرف.